هذا واحد من أكثر الملفات تعقيدا. سنحاول الليلة أن نصل بصحبتكم وضيوفنا إلى بعض الحلول. للحديث أكثر عن هذا الملف يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو طلال العقيل ولطيفة التويم، وهما من المتخرجين الذين ينتظرون التعيين كمعلم ومعلمة. كما سيلتحق بنا هاتفيا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي. طلال لطيفة حياكم الله. في هلا. أبدأ معك طلال. كم لك سنة متخرج الآن؟ 3 سنوات واعتبر يعني. إيه. طيب، أهم العقبات اللي تحس أنها موجودة اليوم أمام تعيين المعلمين؟ والله أول شيء أشكر لك وأشكر لقناة روتانا اللي لامست جروح كثير من العاطلين. والنقطة اللي تحدثت عنها الآن تضم كثير من النقاط التراكمية اللي تندرج على العقبات اللي سببت بطالة الجامعيين والجمعيات بشكل خاص. مثل إيش؟ أولا تقسيم الجامعات إلى تربوية وغير تربوية. جامعات تؤهل كادر تربوي وجامعات لا تؤهل كادر تربوي، وذلك اضطر الإنسان أو المتخرج أنه يأخذ سنة كاملة دبلوم تربوي ورسوم مالية. الدبلوم التربوي هذا يعني أنت وش ودك في هالاتجاه أنه تصير كلها تربوية مثلا؟ نعم، لأن هي المشكلة أنها بعض المواد التربوية غير موجودة في هذه الجامعة. فقط بما أنك تجيب عضو هيئة تدريس ومواد تربوية تكون هذه الجامعة تربوية. هذه النقطة. طيب، واللي ما يبغى معلم ليش حيدرس تربوي؟ هذا يعني شأنه يحول على الوظائف الإدارية. لكن أنا أتكلم لك على لماذا وزارة التعليم قسمت الجامعات إلى جامعات تخرج تربوي وجامعات تخرج غير تربوي. فهذا أصبح سبب مضايقات على الإخوان التربويين وغير التربويين، وصار تنافر بين الإخوان في التقديم. طيب، في التقديم على موقع جدارة، لأن الجميع يقول لك أنا تربوي أحق، والشق الثاني يقول لك أنا غير تربوي أنا أحق. لا، بس الوزارة محددة أنه اللي ما هو تربوي ما يتعين معلم. ممتاز، لكن مثلا جامعة